وحنا بمباشرة رئيس دائرة سعيدة. نتم اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 مباشرة عملية تحيين الملفات الخاصة بطالب السكن الإيجاري بسبب عملية مسؤولية الخاص بسنوات 2018 و 2019، الملفات التي تجاوزت 105 سنوات. العملية تشمل حوالي 4500 طالب سكن، تستمر ابتداء من اليوم إلى غاية 26 فبراير 2026 على دفعات حسب الرقم التسلسلي لإيداع الملفات. العملية تم توفير تخصيص لها الشبابيك المناسبة وتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية قصد السير الحسن هذه العملية التي شهدت إقبال اليوم الأول لا بأس به من مختلف طالبي الإعانات. كل التسهيلات على مستوى مطار الطائرة موجودة إن شاء الله لحسن سيرها. تبقى الملفات السابقة لهذه السنوات 2017 و 2016 وما قبلها، الشباك الخاص بتحيينها يبقى مفتوح خلال أيام الأسبوع. يعني يمكن لطالبي هذه الإعانة المدعية خلال السنوات إيداع ملفاتهم الخاصة بالتحيينات. مباشرة بعد الانتهاء إن شاء الله من هذه العملية سيتم مباشرة التحقيقات الاجتماعية الخاصة بالمعنيين، وقصد يعني دراسة ملفاتهم على مستوى لجنة التوزيع خلال الحصص المقبلة إن شاء الله. كمواطن من سعيدة، نشكر ضالع سعيدة والي ولاية سعيدة الحمد لله التفات إلى تحيين ملفات 2018، وكان اليوم تحيين على مستوى دائرة سعيدة تحيين ملفات، وجددنا الملفات الحمد لله ولقينا أحسن استقبال واستقبلونا وفهمونا الحمد لله. ونشكر جميع الطاقم تاع دائرة سعيدة، ونتمنى إن شاء الله الولي ولاية سعيدة يزيدنا حصة إضافية للسكنات ونكونوا بنصيبنا إن شاء الله، فرج علينا الساكنين كاع. راني جاي نحيي الملف تاعي 2018، ونشكر عمال الدائرة في أحسن استقبال، ونشكر رئيس الدائرة. نتمنى نفرح المرة الجاية إن شاء الله.